السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وصحة وسعادة يا رب دايما. بصوا النهاردة بقى هتكلم معاكم على الأرانب. الأرانب بقى هي في مشكلة ممكن تحصل لكم لو ما أخدناش بالنا. عندي طبعا أنا الأرانب عندي بتولد وعاملة لها مكان وبتولد فيه. اتفاجأت يعني واحدة والدة حوالي ستة أرانب، وشفتهم كويسين والدنيا تمام ومفيش أي مشكلة عندي. اتفاجئت كده تاني يوم ببص ما لقيتش الأرانب مكانها خالص ولا أرنبة. طيب أبص كده في المكان نفسه مفيش أرانب خالص. يعني قلت ممكن تكون واجعة هنا أو هنا أو هنا، مفيش أي أرانب. طبعا لازم أشوف ايه اللي راحت فين الأرانب وإيه المشكلة، ايه اللي حصل. معرفتش. بالصدفة كده وأنا قاعدة حاولت ان انا يعني لاحظت كده او لمحت فار في المكان. الفار طبعا لقيته يعني كبير يعني مش صغير. انا قلت 1,000,000% اكيد الفار هو اللي اكلهم. يعني مش معقولة لان الارنبة كانت يعني يعتبر عاملة بيت ووالدة ومفيش اي مشكلة عندنا خالص. طيب ايه اللي يخلي الارانب مش موجودة مكانها؟ بالصدفة لقيت الفار. والله انا عندي دلوقتي حيرة، يعني انا مش عارفة اعمل ايه. لو جبت مصيدة فيران، انا عندي ارانب صغيرة في الحجم، لسه طالع يدوبك شهر عندها. انا خايفة احط المصيدة وافتح المصيدة الارانب تدخل فيها. طيب هعمل ايه؟ قلت اجيب لزقة برضو الارانب هتمشي عليها. طيب اعمل ايه؟ والله دي مشكلة بالنسبة لي، انا مش عارفة اعمل ايه لحد الان. المهم يعني الأرانب صراحة خير في البيت وحلوة. يعني الأرنبة ما شاء الله بتولد بالستة والسبعة والتمانية والعشرة كمان، بتملى الدنيا خير، وبالذات في الشتاء. الأرانب حلوة جدا في الشتاء، لكن في الصيف بتبقى الجو سخن عليهم والجو حر. مبتستحملش، ممكن لا قدر الله بيحصل نافق فيها. لكن في الشتاء لا، الأرانب بتبقى كويسة جدا. أنا زعلت طبعا لما يعني عدد يعني 6 وطالعين كويسين ومفيش أي مشاكل، وفجأة ما لاقوهمش. دي بقى مشكلة عندي، إن أنا دلوقتي عندي فرع على السطح، ولو الأرانب الكبيرة ابتدت تولد تاني، لأن خلاص في منه يعني عندي على وش ولادة هيبتدي يولدوا، وبرضه هيحصل نفس المشكلة. والله اللي عنده حل يفيدني أعمل في حكاية الأرانب لما بيكون في فرين زي كده وتاكلها. هنتكلم برضو عن بصوا انا هوريكم الصغير عندي، شايفين الصغير هناك يعني دي ارانب صغيرة. انا خايفة احط المصيدة تدخل جواها وممكن تتضر الارنبة، لان لسه حجمهم صغير. احنا دلوقتي بصوا يا جماعة، انا اقول لكم على انا بجيب الخلطة واحطها لهم للارانب. وبياكلوها وما شاء الله حلوة جدا. يعني يعتبر بصوا الخلطة دي هقول لكم انا متكونة من دلوقتي. الخلطة دي
متكونة من دشيشة، ومتكونة من برضو فيها علف. شايفين العلف؟ علف ايه؟ علف ارانب، بيبقى تخين شوية عن العلف بتاعنا العادي. هي الفراخ عندي يعني قاعدة معاهم وكده، بس ما بتاكلوش. هي ممكن تنجي الدشيشة، يعني بتنجي الدشيشة. الفراخ بتنجي ما بتاكلش العلف بتاعهم. وبرضو فيها كسر فول. فيها ايه؟ كسر فول، يعني الخلطة كسر فول مع دشيشة مع علف. دي بحطها لهم، تمام. وايه، بيروحوا ويجي عليها كده طول اليوم وبياكلوها، وحلوة جدا يعني جميلة ما شاء الله. وبحط لهم برضو ايه؟ جزر، لو في جزر. دلوقتي البطاطا رخيصة جدا. بحط لهم بطاطا. هم بياكلوها، بيقعدوا كده ايه يدندنوا فيها كده وبياكلوها. وبحط لهم البرسيم. صراحة الأرانب يعني جميلة جدا، مش مكلفة. بتنتج كتير، إنتاجها حلو عالي. يعني الواحد لو عنده مثلا، لو عندك أو عندك جوز نتاية وذكر، ما شاء الله هيطلعوا خير. بس أنا الفراخ اللي عندي دي يا جماعة دي ايه؟ فراخ فيومي. لكن دي الوحيدة ديت اللي بتاكل دي الرزي. يمكن انتوا ايه تلاحظوا الحجم، بس دي يعتبر ايه برضو بربرة. كلهم كده برابر، مفيش الا ديكين بس عندي. الرز دي وزنها بيبقى عالي، لكن الفيومي وزنها خفيف، بتنتج انتاجها حلو جدا في البيض من غير اي مشاكل. لكن الرز ممكن تريح شوية، يجي لها اوقات تريح شوية. ليه؟ لان بيبقى عندها نسبة دهون، عندها نسبة دهون شوية عالية، لان وزنها عالي. انا وزنتها معاكم قبل كده في الفيديو متهيألي اللي فات، كانت عاملة 2 كيلو 300. البربرة عاملة على 4 شهور عاملة 2 كيلو 300. لكن بالنسبة للفيومي صغير جدا في الحجم، وما بيربيش دهون، ولذلك بينتج على طول. ما بيطولش او ما بيريحش، بمعنى اصح كتير. الفيوم حلو جدا في البيض الفيومي. لكن الرزي ممكن يريح معانا شوية، لان في ناس كتيرة بتشتكي من حكاية الرز في البيض. احنا ما نوكلش علف صافي للرزي، يعني نحط دشيشة، نحط على عيش، نحط برضو على كسر فول، وما نوكلوش على طول، يعني عشان ينتج معانا بيض كتير وما يربيش نسبة دهون يا دوبك. ونطفيله النور الليل كله علشان ما يديناش نسبة دهون عالية ويقطع معانا بيض. لكن الفيومي طبيعته هو أكلته ضعيفة. يعني الفيومي نفسه السلالة نفسها ديت أكلتها ضعيفة، ما بتربيش دهون. يعني هتكون حلوة جدا في حكاية ايه؟ البيض. اللي عايز يشتغل في حكاية الفراخ الفيومي حلوة جدا، هياخد منها انتاج بيض عالي. لكن اللحم لا، هتبقى كده. شايفينها دي فيومي فضي رفيعة جدا، لكن فرق فعلا واضح بينها وبين الرزي. بس كده ايه، حبيت النهارده اكلمكم عن حكايه الارانب، وعلى حكايه الفراخ بتاعتنا، الفرق بين الفراخ الرز والفراخ الفيومي. يا رب كده تكونوا استفدتوا النهارده من الفيديو. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش لو انت اول مره تدخل القناه، ما تنسوش الاشتراك، وما تنسوش اللايك. ولو في اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. اقول لكم كده ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.